بقورة يا حبيبتي، يلا نقي لك فانوس من الفوانيس الجميله اللي موجوده عند عمك حرحور دي، علشان بمناسبه رمضان كمان. يا سلام يا ماما، يا سلام، ايه الفوانيس الجميله دي؟ والنبي يا عم حرحور، انت عندك فوانيس ايه؟ ايوه يا بقورة يا حبيبتي، انا عندي فانوس سبايدر مان وفانوس هالك مان، وكمان عندي فانوس بوجي وطمطم. اختاري بقى الفانوس اللي انت تحبيه كمان. يا سلام، الفوانيس كلها احلى من بعض يا ماما، ما ينفعش تجيبهم لي كلهم. لا يا بقورة يا حبيبتي، لازم تختاري فانوس واحد بس من الموجودين دول كمان يا بنتي يا بقورة. خلاص يا ماما، خلاص انا هختار فانوس طمطم علشان هي شكلها حلو قوي كمان. ماشي، اتفضل الفلوس اهي يا عم حرحور. متشكر جدا يا بقورة، كل سنه وانتم طيبين. يا سلام، ايه ده؟ ايه الفانوس الجميل اللي مع البنت بقورة الصغيره ده؟ ايوه اكيد مامتها اشترته لها علشان رمضان كمان. يبقى انا بقى هجري مره واحده على الموتوسيكل كمان واخطفه منها واخد الفانوس الجميل ده عشان ابيعه كمان. يا خبر ابيض، ايه ده؟ ايه الحرامي اللي سرق الفانوس منك ده يا بنت يا بقورة؟ ما اعرفش، ده شكله شبه عمو سيمبا يا ماما، وخد الفانوس وجري كمان ومشي بيه يا ماما. انا عايزه فانوسي والنبي يا ماما. خلاص يا بنت يا بقورة، احنا دلوقتي هنروح نبلغ الشرطه لحسن تروح تقبض على الحرامي كمان وترجع لنا الفانوس بتاعنا الغالي ده كمان. يلا بينا يلا بقى يا سيمبا يا حبيبي، يلا نقي لك فانوس من الفوانيس الجميله دي. تختار فانوس ايه؟ يا سلام يا ماما، شكلها حلوه قوي يا ماما. انا عايز فانوس سبايدر مان، شكله حلو قوي، احلى واحد فيهم كمان. طيب يا سيمبا، طيب يا عم حرحور، نازل لنا فانوس سبايدر مان لو سمحت. ماشي يا خالتي ام سيمبا، اتفضلي وهاتي الفلوس. يلا اتفضل فلوسك اهي، ومتشكرين جدا. العفو، كل سنه وانتم طيبين. متشكر جدا يا ماما، الفانوس شكله حلو قوي، فانوس سبايدر مان جميل جدا كمان. مبروك عليك يا سيمبا يا حبيبي، بس ما تقولش لحد بقى ان انا جبت لك الفانوس الجديد ده علشان ما ياخدوهوش منك كمان. ماشي يا ماما. ايه ده؟ ام سيمبا جابت فانوس جديد للواد سيمبا كمان وما قالتليش؟ طيب انا هروح اخطفه منه بقى علشان اخده وابيعه واجيب فلوس كتير كمان عشان يبقى غني كمان. يلا هركب الموتوسيكل بقى واجري بسرعه واخطفهم منهم كمان. ايه ده؟ حرامي سرق الفلوس بتاعك يا سيمبا. ايوه يا ماما، ايوه، الحرامي سرق الفلوس بتاعي يا ماما. احنا لازم نروح نبلغ الشرطه على الحرامي اللي سرق الفانوس. يا فانوسي، الحقوني، فانوسي اتسرق يا اصحابي. ماشي يا ثعلب يا مكار، بقى عمال تعمل شغف في الغابه كمان ومحدش عاجبك، تتحدى الشرطه كمان يا مكار. طيب انا هوريك بقى علشان تتحدى حضره الضابط الجده والشرطه كلها كمان. انا اسف جدا يا حضرة ضابط الجده، صدقيني لو خرجت من هنا مش هعمل اي اعمال شغب تاني. خرجيني من هنا والنبي يا حضرة الضابط الجده. قلت لك لا، مستحيل اخرجك كمان، لازم تفضل هنا اسبوع ولا 2 علشان تتعلم الادب كمان. الحقيني يا حضرة الضابط الجده، الحقيني. اشتريت فانوس لبنتي بقورة الصغيره، وكان فانوس غالي قوي وجميل كمان. اول ما اشتريته جه حرامي على الموتوسيكل وسرقه كمان. انت لازم ترجعي لنا الفانوس بتاعنا يا حضرة الضابط. يا خبر، حراميه بتسرق الفوانيس؟ هي الحراميه دي ما بتخافش ولا ايه؟ طيب ما تقلقيش يا بقوره، انا دلوقتي هنزل الغابه وهجيب لك الحرامي اللي سرق الفانوس كمان. الحقيني يا حضرة الضابط الجده، الحقي، الفانوس اللي كنت جايباه لسيمبا ابني اتسرق كمان، لازم تلحقينا بسرعه. يا خبر، حتى انت كمان يا ام سيمبا. طيب ما تقلقوش يا جماعه، ما تقلقوش، انا هرجع لكم الفوانيس بتاعت عيالكم دي كمان. يلا السلام عليكم. ربنا معاك يا حضرة الضابط الجده. يا رب ترجعي الفلوس من تاني، ما عادش معايا فلوس اشتري للولاد فوانيس تاني كمان. كويس جدا كده، بقى معايا فانوس سبايدر مان وكمان معايا فانوس طمطم. اما اجمع بقى كل الفوانيس اللي في الغابه واروح ابيعهم بفلوس اغلى كمان واكسب فلوس كتير جدا كمان. ايه ده يا خبر، ايه ده؟ حضرة الضابط الجده جايه هناك اهي وعماله تبص يمين وشمال، تكونش بتدور عليا وعرفت ان انا اللي سرقت الفوانيس كمان. انا لازم اخبي الفوانيس دي عشان ما تشوفهاش مني، وكمان لازم استخبى بسرعه. استنى هنا يا عم ابو سيمبا. ايه ده؟ هو انت الحرامي اللي سرقت الفوانيس؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده يا عم ابو سيمبا؟ يا خبر، ايه ده؟ ازيك يا حضرة ضابط الجده؟ لا طبعا مش انا اللي سرقت الفوانيس، انا خلاص بطلت سرقه وتوبت كمان. امال ايه اللي انت لابسه ده؟ ده لبس السرقه يا عم ابو سيمبا، يعني انت حرامي كمان. قلت لك لا يا حضرة ضابط الجده، صدقيني مش انا اللي سرقت الفوانيس. انا بس صحيت الصبح لقيت ام سيمبا غاسله البدله بتاعتي كمان، فما لقيتش غير بدله الحرامي دي البسها مؤقتا لحد ما الغسيل ينشف. بقى كده يا عم ابو سيمبا؟ طيب انا هصدقك المره دي، لكن لو عرفت ان انت اللي سرقت حيوانات الغابه هحبسك ومش هطلعك تاني. ايه ده بتعيطي كده ليه يا ام بقوره؟ دموعك على خدك ليه يا حبيبتي؟ ما شفتش ايه اللي حصل يا ام اردون؟ ما شفتيش كنت جايبه فانوس صغير لبنتي بقوره واتسرق كمان. يا خبر، هو ايه الصوت الزعيق والخناقه اللي هناك ده؟ تعالي ما نشوف في ايه يا ام بقوره. يلا تعالى ما نشوف ايه صوت الزعيق والخناقه اللي موجود هناك ده كمان. يا حيوانات الغابه الحقوني، الفانوس اللي كنت جايباه لابني اردون اتسرق كمان. فانوس هالك مان اللي كنت جايباه لابني اردون اتسرق مني يا جماعه ومش عارفه اعمل ايه كمان.
ايه يا ام اردون بتصوتي كده ليه؟ الحقوني الحقوني، انا هحكي لكم ايه اللي حصل. يا أردون يا حبيبي يا أردون، يلا يا حبيبي اختار لك فانوس من الفوانيس الجميلة اللي موجودة دي. يا سلام يا ماما يا سلام، ايه الفوانيس الحلوة دي؟ أنا بقى هختار واحد منهم بس، صح يا ماما؟ أيوة يا أردون، اختار واحد بس منهم يا حبيبي. طيب يا ماما، أنا هختار فانوس بوجي كمان، أنا بحب شخصية بوجي جدا كمان يا ماما. طيب يا أردون، ادينا بقى الفانوس ده يا عم حرحور. الفانوس ده غالي جدا يا ام أردون، عامل 55 جنيه، هتشتريه لابنك أردون؟ ايوه هشتريهوله، مش مشكله، غالي. هو انا عندي اغلى من ابني اردون يعني؟ متشكر جدا يا ماما، يا سلام، جميل جدا، متشكر قوي يا ماما. اتفضل فلوسك اهي يا عم حرحور، 55 جنيه عندك اهم. ماشي متشكر جدا، الف مبروك عليكم الفانوس الجميل ده. وبس يا جماعه، زي ما بقول لكم كده، سرق الفانوس من هنا، والحرامي جه على الموتوسيكل وخطف مني الفانوس كمان، وما اعرفش مين الحرامي اللي خطفه. يا خبر ابيض، ده الفانوس فعلا كان غالي قوي. انت لازم تروحي تبلغي حضرة الضابط الجد عشان تدور لك على الحرامي وترجع لك الفانوس الغالي كمان. يا خبر اسوح، يا رب ارجع الفانوس من تاني، الفانوس كان غالي قوي. طيب انا هروح ابلغ الشرطه كمان. كويس جدا، خطفت كميه فوانيس حلوه قوي، لما اقف هنا بقى وابيعهم علشان الحيوانات يجوا يشتروا مني بسعر غالي كمان. تعالوا يا حيوانات الغابة، تعالوا اشتروا مني فوانيس جميلة واشكال والوان كمان. يلا عندي فوانيس احلى من اللي عند عم حرحور كمان. ايه ده يا ابو سامبا، انت جبت الفوانيس الكتير دي منين؟ يا ابو سامبا، يبقى انت اكيد الحرامي اللي سرق كل فوانيس الغابة كمان. ايه ده ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده يا ابو سامبا؟ هو انت شايفاني يعني حرامي ولا ايه؟ لا طبعا مش انا اللي سرقت الفوانيس. لا يا ابو سامبا لا، الفوانيس الكتير اللي معاك دي يبقى انت سارقها، وانت اللي سرقت حيوانات الغابة. ايوه انا هتصل بحضرة الضابط الجدة علشان تيجي تقبض عليك كمان. ايوه حضرة الضابط الجد. ايه يا مسامبا، ايه اللي حصل؟ الحقي، عارفه مين اللي سرق الفوانيس؟ انت يا مسامبا، ايه اللي حصل؟ يا خبر ابيض، شكله مسامبا في الحرامي اللي سرق الفوانيس خطفها كمان علشان ما تعترفش عليه. انا لازم اروح ادور عليه بسرعه كمان. ايوه كويس جدا، كتمت بقى مسامبا في الوقت المناسب كمان. انا دلوقتي هاخدها واروح البيت علشان احبسها علشان ما تعترفش عليا كمان. يا خبر الباب بيخبط، انا خايف جدا لا تكون حضرة الضابط الجدة هي اللي بتخبط علشان تشوفوا مسامبا كمان. ايه ده، مين اللي على الباب؟ افتح يا ابو سامبا، افتح بقولك قبل ما اكسر الباب كمان. يا خبر، حضرة الضابط الجدة على الباب، وهتشوفوا مسامبا وهي متكتفة وتعرف ان انا الحرامي كمان. فين حضرة الضابط الجدة، في ايه؟ انا عرفت يا ابو سامبا ان انت اللي سرقت الفوانيس، واكيد انت اللي كتفت مسامبا كمان. كتمت بقها، انت فين يا مسامبا؟ ايوه لقيتك اهو يا مسامبا، اما اشيل بقى اللزق من على بقها. الحقيني يا ابو سامبا، هو اللي خطف الفوانيس بتاعت الغابه، وهو اللي كتفني عشان ما اعترفش عليه كمان يا حضرة الضابط. ايوه انا كنت عارفه ان هو ابو سامبا الشراني ده. يلا قدامي على السجن عشان تتعلم الادب يا ابو سامبا يا شرير. يا خبر، طيب ماشي يا مسامبا، انا هوريكي لما اخرج من السجن هعمل فيكي ايه يا مسامبا.